بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي قدامنا ده كين كورسو، وطبعا توظيف الكين كورسو احنا بنجيبه لفيلا ممكن تكون تحت الإنشاء، ويكون المربع بتاعها لسه ما اكتملش في السكن، يعني نسبة الإعمار قليلة. وطبعا بنجيب الكلاب عشان تحمي الحاجات اللي احنا حاطينها في الفيلل لو كنا مش موجودين، او سواء هنغيب على البيت اكتر من 10 ساعات. طبعا الحالات السرقة اللي حصلت بالطريقة ديت كلكم عارفينها. عشان كده بجيب كلب غير قابل للعب مع الضيوف، او غير قابل للعب مع الغريب، لان في بعض الكلاب بعد ما بتتمرن وبعد ما بتعمل تدريبها، في ناس بتعرف تراودها عن طريق اللعب معاها او رمي اكل ليها يوم واتنين وتلاتة، يبقى الكلب صاحبه ويبتدي كده يسرق الكلب او المكان. وده سر من اسرار الناس اللي هي عارفه ازاي تتعامل مع الكلاب. عايز يسرق كلب بيعمل الطريقه دي. عشان كده انا قلت لكم ازاي الكلاب بتتسرق من الحرامي لما تكون مدربه تدريب كامل. الحرامي بيجي يراود الكلب عن طريق السور بتاع البيت، يرمي له اكل او يلعبه يوم واثنين وثلاثه لغايه ما الكلب يتآلف ويتعرف عليه، ويبتدي يسرق المكان ويبتدي ياخد الكلب نفسه. حرامية الكلاب اللي عندهم المهاره دي، كانت الناس بتسال ازاي الكلب بيتسرق، لا هو بيلعب مع الكلب كام يوم. عشان كده بنقول ان الكلاب لازم تتعامل مع الغريب او الضيوف بطريقه فنيه باللي احنا بنقول عليه. لما بنيجي ندرب الكلاب للعميل بنعمل رقم واحد عدم اللعب مع الغريب، ودي بتدريبات فنية خاصة بينا احنا بنعلمها للعميل من خلال الطاعة، مش من خلال الشراسة زي ما احنا شايفين. لان في ناس بتقول لك اشرس الكلب عشان ما يلعبش مع حد. لا، للأسف هو الطاعة هي اللي بمنع الكلب بتاعي من اللعب مع الضيوف والغريب وبمشيه في الشارع عن طريق حاجات فنية او اوامر فنية، ان هو لا يستجيب للعب مع الغريب او الضيوف اللي هي غير مقيمة في البيت عندي، او عابرة زي العمالة، زي بتوع لا مؤاخذة اللي بيشيلوا حاجات. لان في حاجة ناس كتير قوي بتنخدع في الناس اللي هي بتمشي في الموضوع. طبعا احنا مش بنظن بالناس الناس على عيننا وعلى راسنا، ولكن احنا بنتكلم عن الناس اللي هي ظالمه، الناس الكويسه اللي هي الناس الحراميه في الاساس بيستخبى ورا حاجات يكاد يكون شريف، ولكن ربنا يسلم من الناس ديت. وعشان كده بنقول الكلب الوحيد هو الكاشف للناس دي. عشان كده بدربه على عدم اللعب مع الغريب، وبجيب كلب كين كورسو في الظروف اللي انا قلتها في الاول الفيديو، الظروف اللي بتقول ان انا الكلب ده هو يصلح للمكان دوت. احنا عايزين نخلي كلب حراسه، بنختار الفصيله والنوع والبيئه اللي هو هيشتغل فيها، سواء كانت مزرعه مواشي بنختار كلاب راعي الغنم، فيلا زي كده محدش بيخشها كتير، او المنطقه اللي فيها لسه السكن فيها قليل قوي والعمار قليل قوي، يبقى اجيب كلاب من الفصيله بتاعت الكين كورسو او العائله بتاعت الماستيف عموما. اي سؤال فني عن الموضوع دوت تحت امركم. معاكم الكابتن عبد الكريم، تدريب الكلاب، وانا بدرب طاعه وحراسه وكل انواع التدريبات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.